في علامة خفية لو ظهرت عليك اعرف إنك داخل على مرحلة إنهاك نفسي حتى لو لسه واقف على رجليك. أكتر علامة خطيرة بتأكد إنك داخل على مرحلة الإنهاك النفسي إنك ما يبقاش فارق معاك حاجة خالص، لا عارف تفرح ولا عارف تزعل ولا عارف تتحمس ولا حتى ظاهر عليك حزن، كله بالنسبة لك عادي. وده في العلم حالة بيخش فيها المخ اسمها وضع حفظ الطاقة. بعد ضغط كتير وقرارات كتير ومشاعر مكبوتة المخ بيقرر يركن المشاعر على جنب ويبتدي يوفر طاقته. والحقيقة ان المشكلة في الوقت ده تحديدا انت بتحس ان انت قوي لانه مش فارق معاك حاجة، لكن الحقيقة انك منهك ومكمل حياتك بالعافية. وخلي بالك المشكلة الحقيقية ان الانهاك النفسي ما بيظهرش فجأة، بيجي بعد ما قلت لنفسك كتير اهو يومه هيعدي وبعد شوية هنرتاح، واليوم يجر اسبوع والاسبوع يجر معاه شهر. وخليك فاهم كويس ان الاعتراف بالارهاق ده مش ضعف، دي اول خطوة في طريق نجاتك. لو حاسس انك داخل على مرحلة انهاك نفسي اكتب لنا في الكومنتات واحنا نعمل جزء تاني ازاي تقدر تقاوم الشعور ده. انا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. سلام عليكم.